تصريح ناري من سيف زاهر بعد فوز الزمالك على سموحه. خلينا نسمع ونرجع لبعض مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وإن شاء الله بإذن الله تبقى أخبار النهاردة كتيرة. في فرق ما بين كرة القدم والمزيكا، في فرق ما بين متعة المزيكا ومتعة كرة القدم. إن الاتنين النهاردة يجتمعوا في حاجة واحدة يبقى أكيد اللي في الملعب موسيقار. شيكابالا في حتة تانية خالص. شيكابالا مش لعيب مهاري، شيكابالا حاجة مختلفة. واحد كده بيطير من على الارض اخلاقيا وفنيا ومهاريا. عفوا اول مره اقولها، زيزو اكيد لعيب كبير، بس مان اوف ذا ماتش ومان اوف ذا داي ومان اوف ذا اي حاجه النهارده هو شيكابالا بلا منازع. شيكابالا النهارده نجم الشباك رقم واحد. بدايه جيده وبدايه رائعه النهارده لنادي الزمالك في وجود مجلس اداره جديد. انتخابات امبارح نادي الزمالك اسفرت عن فوز قائمه الكابتن حسين لبيب بالكامل، ومش عايز اقول لفظ اكتساح ولا لفظ الفروقات كبيرة. هو في النهاية الناس اختارت، كل التوفيق اللي الناس اختارته، لان هم ناس الحقيقة افاضل جدا وناس قمة في الاحترام، وهارد لك للي لم يوفق. ولكن المشهد اللي عمر الناس ما هتنساه، المنافسة الشرسة ما بين هشام نصر وهاني العتال، والمشهد الاكثر من رائع بعد الانتخابات ما بين هاني العتال وهشام نصر. الحاجات دي بنقف عندها كتير لان دي بدايات مهمة جدا. الحاجات دي بنقف عندها كتير لان احيانا كنا بندور عليها. واحد خسر بيسلم على الناس وبيضحك وبينزل بيان، واحد كسب بيقول لك انا بشكره على الجيم الرائع. لا في تحديات ولا في تجاوزات ولا في اي حاجة. واضح كده ان في زمان. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، دي كانت تصريحات سيف زاهر بعد نهاية طبعا مباراة الزمالك وسموحة اللي قدر يفوز بيها نادي الزمالك 5-1. اتمنى لو وصلت معايا لنهاية الفيديو تضغط لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.